قربت الكاميرا اهو علشان انا عايزه اكلمكم في موضوع مهم قوي. قبل ما ادخل معاكم على الطلبات الغريبه اللي المدرسه طلبوها او انتوا ممكن تستغربوها، انا بتضايق جدا لما اي حد يطلع يشتكي من المدرسه بتاعته ان هم طالبين سبلايز كتيره قوي. طب لو انتوا مش مقتنعين بالسبلايز اللي انتوا بتجيبوها، اولا بتجيبوها ليه؟ ثانيا انتوا مكملين في المدرسه ليه لما انتوا كمدرسه مش مقتنعين بيها؟ واللي مضايقني برضو ان مش بس المدارس الانترناشونال او المدارس الخاصه بقت بتطلب سبلايز كتيره جدا وغريبه جدا، لا ده كمان المدارس الحكومي يا جماعه اللي هي المفروض ده تعليم مجانا، ماشي، هم كمان بقوا بيقلدوا المدارس دي وبقوا بيطلبوا سبلايز بارقام مش طبيعيه. انا مش مقتنعه بصراحه بالحاجات اللي هم بيجيبوها ده. انا سمعت ان هم بيجيبوا حاجات للمدرسين كمان، كانوا مش بس بيجهزوا الطالب او الطفل، ده كمان بيجهزوا المدرسين. انا اصلا دلوقتي هوريكم على السبلايز الغريبه اللي هي كانت غريبه بالنسبه لي، اللي هو احنا نجيبها ليه، بس المدرسه وضحت لنا احنا السبلايز دي احنا طالبينها ليه، واحنا بصراحه اقتنعنا بكلام المدرسه. اول حاجه غريبه مطلوبه مننا هي فرشه اسنان ومعجون. انا ما كنتش سمعتها قبل كده بصراحه في اي مدرسه، وحتى كل ما اقول لحد من صحابي ان احنا مطلوب مننا فرشه اسنان ومعجون كان بيستغرب قوي. وكمان مطلوبه علبه علشان تحفظ فرشه الاسنان والمعجون. وشوفوا استيكه وقلم، انا جايباها من باندا على فكره، معاها فرشه اسنان ومعجون واستيكه وبرايه وقلم رصاص. احنا لما سالناهم ليه قالوا لنا علشان احنا بنعود الاطفال ان هم بعد كل وجبه لازم يغسلوا اسنانهم. تاني حاجه غريبه مبعوثه في السبلاي ليست اللي جات لنا من المدرسه هو ده. هما كانوا طالبين سكتشر او الشوز اللي هو بيكون من غير رباط، مش علشان هما يلبسوه وهم رايحين المدرسه، لا ده هيتحط في البوكس اللي هو فيه كل السبلايز. ليه؟ علشان الشوز اللي هم رايحين بيه المدرسه لازم يتقلع قبل ما يدخلوا الكلاس ويلبسوا شوز نظيف. الشوز ده ما بيتحركوش بيه بره الكلاس علشان يبقوا قاعدين يعني بحاجه نظيفه وكده. ثالث حاجه غريبه مطلوبه مننا في السبلاي ليست بتاعه المدرسه هي العاب البحر. تمام، احنا دي بتاعت يا جماعه المصيف بتاعنا اللي فات، وكمان ضايع منها حاجات كتير، ضايع منها جاروف صح. الالعاب بتاعت البحر دي عشان هم في عندهم حوض رمل المفروض الاولاد بينزلوا فيه او يلعبوا فيه كل اسبوع. طبعا بيكونوا ملبسينهم لبس فوق اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعهم علشان ما فيش اي رمله تدخل عليهم وعلى شعرهم والحاجات دي كلها وكده. كمان حاجه غريبه مبعوثه في السبلاي ليست، الحبل ده. هم طالبين منهم حبل علشان ينطوا بيه الحبل. انا كنت مستغربه الموضوع، بس هم قالوا لنا ان هم بيعلموهم يعني نط الحبل وكده، وده نشاط اساسي عندهم يعني وحاجه دايما بيعملوها، فجبنا لها ده. في هنا عداد تمام بيعدلكوا عدد اللفات اللي هي نطتها او عدد المرات اللي هي نطتها. هي نطت او لفت، عايزه بقى تعيد من الاول، بندوس فين؟ بندوس على الزرار ده، دوسي، بيصفر العداد خالص. كمان مطلوب منهم هدوم زياده غير اليونيفورم بتاع المدرسه علشان احيانا الاولاد ممكن توقع حاجه او كده، فلازم يكون معاهم هدوم زياده. الهدوم دي لو حصل معاهم حاجه هم بيلبسوهم الهدوم دي، لو ما حصلش فانا بستلمها اخر السنه. كمان مطلوب منهم فوطه صغنونه كده بتتحط معاهم في الشنطه عشان بعد ما يغسلوا ايديهم والحاجات دي كلها وكده ينشفوا في الفوطه، وطبعا بترجع معاهم كل يوم. اخر حاجه بقى البوكس الخطير ده، انا جايباه من النزهه على فكره، كان فيه منه لون ابيض بس انا حسيت ان الاسود في الاحمر ده ممكن يكون مختلف كده ومميز، سعره حلو قوي والله. هما المدرسه الحمد لله مش طالبين مثلا مننا الماركر بقى او اقلام السبوره او الوان او قص ولزق والفوم والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي قالت المدرسه ان هي اللي بتوفرها عادي جدا، لان دي يعني جزء من شغلهم، بس هما طالبين مننا الحاجات الشخصيه بتاعه الاولاد. فعلشان كده بقول لكم انتوا المفروض تكونوا فاهمين السبلاي ليست دي مطلوبه ليه، يعني مكتوب فيها ايه، الحاجات دي فعلا الاولاد هتستخدمها ولا ده جهاز المدرسين. انا مبسوطه الحمد لله ان المدرسه طالبه مننا حاجات بسيطه زي كده وبس. احنا من الواضح ان احنا عندنا بقى ايه، قص ولزق كتير قوي، هنقعد نقصقص الليبلز دي كلها ونلزقها. نشوفكم بقى ايه اول يوم مدرسه.